السؤال الأخير وكذلك هو يهم الصائمين، يقول لك: هل يجوز للصائم أن يستعمل السواك أو معجون الأسنان؟ يا إخواني الكرام، الله تبارك وتعالى دين تاعنا دين نظافة ودين إتقان ودين جمال، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الله جميل يحب الجمال. وهذا التنظيف للأسنان والتنظيف للفم نوع من الجمال، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك في رمضان، كما ثبت في صحيح البخاري في كتاب الصيام باب السواك للصائم عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم في رمضان. هذا الصحابي هذا، والبخاري كما قلت لكم عقد وترجم كتابا وبابا في صحيحه الذي يعد أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، كتاب الصيام باب السواك للصائم. يعني يجوز للصائم أن يستعمل السواك حتى ينظف فمه ولا يترك فمه عامرا بالمخلفات بتاع الغذاء وبالطعام وغيره، فهذا مما يقزز النفس فيه ومما يقزز الآخرين فيه ويعاف منه الناس يا إخواني الكرام، لأنه ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكره ما تكرهه الملائكة الطعام في أسنان أحدكم. سمعتوا ولا سمعتوش؟ هذه ما تعرفوهاش ونقولوها لكم، لأن احنا الآن لما نشوفوا النصارى داروا المعجون وداروا الفرشات هذه وراهم يفننوا فيها نقولوا ذوك نصارى، واحنا معليش يعمر الشمة وعمر الدخان وعمر السيجار وعمر كل شيء ويتفتف والدفال والسطلة وين يبزق حاشا الناس ومانيش عارف. وعلاش هذا التمر عليك أيها المسلم؟ لماذا عليك هذه المصيبة كاملة؟ واش دير من الغلة؟ يلا أعطينا شوية غلة بالشمة هذه وبالدخان وبالقار وبالبيبا وإحنا كلنا نضربوا القار معاكم. يلا أعطونا شوية غلة. والله ما كاين إلا الخراب، خراب الأجساد، خراب الأموال، خراب البيوت، حتى الدار تولي مدخنة. هذا الناس الذين يدخنون إذا مرت عليه عامين وما بدش السبيغ على الدار تولي كي طريق البايلات، فهمنا كيف؟ وصدقوني وصحيحة ما تقولوش راه الشيخ يقصر. حدثني واحد قال لي كان عندهم هذو اللي تقول لهم السطائر هذه اللي يسموهم ليستور، قال لي كنا نغسلوهم بكري، كنت ندخن وبناتي يغسلوهم، قال نلقاهم فيهم الحموم، قالوا نقولوا السيارات والدخان تاع البلاد والدخان تاع السيارات. قال لي كي وليت انا ما نشربش الدخان ولاو يغسلوهم يطلعوا بيض كيما كانوا الماء تاعهم ابيض. قال لهم اذا الدخان تاع باباكم هو اللي كان يدخنهم، المصنع نتاعو المصنع الداخلي اللي كان الشاكمه تاعو اكثر من الشاكمه تاع تورولي ولا لانتراك، وقاعد يدخن ويقول لك الراس بلا كيف يزموا ربع بالسيف، هكذا يقولوا. هذا كله كلام يا اخواني الكرام، هذا كله كلام عوام. الإنسان يغضب ربه ويغضب الملائكة التي قال الله تبارك وتعالى فيها: عن اليمين وعن الشمال قعيد خذوا زينتكم عند كل مسجد. الإنسان يجي فمه مليح فمه نظيف الريحة طيبة، كذا الملائكة على اليمنى وعلى اليسرى تدعو له وتستغفر له. أما هذاك يجي يأكل لقمة ويجي ينصب لك الماء بورو ويجي ينسف على اليمنى وينسف على اليسرى، فالملائكة تلعنه، وفي الملائكة والعياذ بالله في الملائكة والعياذ بالله تكتب له السيئات. لأنك أنت يا أخي الكريم إذا كنت لابس مليح ونقي وتجلس عند داير الريحة مليح ونظيف وتجلس عند واحد مسخ ويبدأ يعمر فمه بالدخان ويسف في وجهك، تكره ولا تبغي تقول زيد لي؟ فهمنا كيف؟ تكره ولا تروح قل له لا انا انسان نظفت روحي وسقمت روحي يا اخويا، بغيت تدخن كي نروح انا دخن على روحك، اما تبدا تنسف في وجهي لا. فما بالك بالملائكه الذين هم نور وخلقوا من نور، يجلسوا على يمينك وعلى شمالك تنسف عليهم؟ يعقل هذا؟ وبعدين موجودين عن اليمين وعن الشمال وموجودين امامك، واحد يقول سيدي انا ننسف قدامي، ما ننسفش منا ولا منا، راهم قدامك، راهم على شفتيك يحصون لك الكلام ويحصون لك التسبيح ويحصون لك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف تؤذيهم يا اخي العزيز؟ فهذه مصيبة كبيرة، فعلينا ان ننتبه، وهذه فرصة عظيمة للمدخنين في رمضان ان يقلعوا عن التدخين وان يبتعدوا عن التدخين. اما يقول لك ما نجمتش
ننجي ولا ما ننجمش، هذا كله كلام عوام. ومن كانت له الإرادة الحقيقية والله غير ينجم، يا لو كان يكون 80 سنة ويدخن ينجم يبطل، تكون عنده إرادة قوية. فهمنا كيف؟ وكما قلت لكم يا إخواني الكرام، الناس يقول لك باللي الامريكان ما نعاونوهمش ما كذا، رانا نعاونوا في الامريكان، المالبورو تعمل، الكان، الروز مايس، فلان هكذا كله. قلت لكم من قبل ومن بعد، وسألوا وبحثوا ان الشركات تاع الطابة في العالم، الشركات الكبرى في العالم كلها تاع اليهود. نحن الان بذلك نشري المالبورو ب 15,000 ودولتنا تحول الدوفيز باش تجيبوا. فمنا كيف؟ والله غير رانا نعاونوا اليهود احببنا ام كرهنا. وانتم راكم عشتوا الان، كان كثيرين منكم الحمد لله عاش في الثوره. واش كانت تدير الحكومه الجزائريه الجبهه؟ واش كانت تدير؟ تقول لك ما تشرب شمه، ما تشرب الدخان. علاش؟ حرام؟ ماشي حرام، لان بن شيكو وفلان 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 اللي كانت في يدهم الطابه كانوا يجيبوها من فرنسا. احنا باش نضربوا الاقتصاد تاع فرنسا يلزم ما نشربوش الدخان، ما نشربوش الشمه. من كيف؟ هذه يا اخواني الكرام راهي سبقت عندنا يعني بزمن بعيد. اما الان راهي بانت باللي الشركات العالميه هذه نتاع الطابه العالميه من ورائها اليهود، ونحن نمد اليهود بالمال والعون ونقولوا علاش غلبوا وعلى داروا دوله. تشري انت المالبورو يا اخي العزيز باكية انت 20 قارو تشريها ب20,000 فرق للقارو، ماهيش مصيبة هذه يا اخي كريم؟ بينما لو يحتاج منك اخوك المسلم الى نص طلب تاع اللحم ولا حاجة ما تعطيها لوش وتشريها قارو وتبقرها في السماء وتزيد تعبق الجو، بحيث الانسان يا اخواني الكرام تثبت البيئه الان راهي تتخسر من المصانع، من المدخنين، من المخلفات، من الزباله، هذه كلها البيئه تتخسر. علاش؟ راهي الشباب الاولاد مرضى، البيئه ما تطلعش مليح، الغله ما كايناش، كل هذه من التدخين اللي راه ينجم اما عن المدخنين واما عن المصانع واما عن السيارات، مخلفات السيارات، واما احتراق المزابل، هذه كلها تغير من صحه البيئه يا اخواني الكرام. إذن فما علينا إلا أن ننتبه ونكون مسلمين حقيقيين في جميع شؤوننا. فاعلم يا أخي المسلم أن هذا التدخين مضر لجسدك، مضر لمالك، مضر لجيرانك، مضر لأولادك، مضر لجميع الأشياء، وبالتالي ليس فيها ذر من النفع. فإذا لم يكن هناك نفع وهي يعني ضرر محض، بذلك الشرع يحكم عليها باللي حرام. فمن كيف؟ لأن الحاجات اللي حلال على الأقل تكون فيها حاجات يعني دونية وحاجات مليحة. فمن كيف؟ إذن الشرع يغلب الجانب نتاع الحلال. عندنا لماس هذو كمثال، عندنا لماس هذو في ناس راهم يبعجوا بهم الناس، فالناس يقتلوا بهم، ولكن احنا لاش صنعناهم باش نذبحوا بهم، باش نخدموا بهم. إذن الراجح العام هي الفائدة. واحد يحكم يقتل به يقول لك لا ممنوع لماس، ما تبيعوش لماس، علاش؟ لأن الناس راهم يقتلوا بهم. قل له يا أخي احنا ياش نخدموا بهم، إلى واحد يرفد يروح يقتل احنا واش نديروا له؟ بينما الجو العام علاش رانا دايرين لماس؟ باش نخدموا بهم، باش نذبحوا بهم. من كيف؟ الدخان اعطونا شويه غلا منه ما كاين والو، كله فساد في فساد، وضياع في ضياع، وتخريب في تخريب. واثبت العلم الحديث أن الذين يصابون بالسرطان الدم معظمهم من المدخنين. المدخن أمره وسيرجع أمره إلى السرطان الدم، وقولها لكم وخذوها عني مجربة. وإذا ما جاه سرطان الدم مجرد ما يموت ويحطوه ويردوا عليه مثلا هذيك نقولوا حنايا يزار ولا كذا، ينفجر قلبه ويخرج له الدم من فمه ونيفه. فهمنا كيف؟ المدخن خاصة إلى ما جاش السرطان في حياته هو ميت، انت تكفنه وتسقمه ونيفه ويطرطق بالدم ولا فمه يطرطق بالدم. لماذا؟ لأن ذاك الضغط اللي موجود نتاع الدخان نتاع كذا اللي راه موجود في الرية تاعو، موجود في الحلقوم تاعو والعياذ بالله، هذاك ينكبت وينضغط وفي الأخير ينفجر سواء في الحياة تاعو ولا في الممات تاعو. إذن فما علينا إلا أن نتوب. وهذا الشهر يا إخواني الكرام شهر مبارك، فما علينا إلا أن نرجع إلى الله فيه. وهذا كما قلت لكم إذا لم يكن له شيء. المدخن إذا ما عنده سدي حد قال لك راي 100% غلة، إذا ما عنده غير حاجة واحدة وهو أنه يجعل فمه يعني ذو رائحة قذرة، فهذه تكفيه.
إذا ما عنده حتى حاجة غير فبو يولي فايح حسنا، سواء كان صاحب دخان ولا صاحب شمة، هذه تكفيه باش الشرع يقول لك نحيه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان لما يتبسم يتلعلع فمه بالجدار. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يضحك ويبان اسنانه الضوء يضرب في الجدار. مناه يا اخي كريم من النظافه اللي كان دائما كان داير شاب اللي هو عبد الله بن مسعود.